اليوم نشارك معاكم أكثر أكلة مغربية أنا نحبها، اللي هن بزار وخرقوم وسكين جبير وقرفة وشوية ديال مليحة. أنا حفظتهن من التيك توك. حننزل عليها بهارات. والله كتب بالي سبحان الله. كتب بالي سبحان الله. وده اللي انا بتمناه. صباح الخير. تعالوا اليوم نشارك معاكم أكثر أكلة مغربية أنا نحبها، وبما إني نحبها فأكيد تعلمت إني نطيبها، علشان كل ما جات على بالي نطيبها. أوكي، فتوا الساعة 11، فأنا لازم نطيبها وتكون جاهزة قبل الساعة 2، يعني قبل الظهر، علشان نبي نعطي منها جارتنا، هي مرة كبيرة عايشة بروحها. قلت بما اني اليوم عندي اكلة تعتبر يعني تقليدية مغربية، وانا يعني خلاص قعدت متمكنة فيها، يعني درتها من قبل وجت سمحة، فقلت حنعطيها منها. ونحب يعني نعطي الاكل وقت الغداء، يعني ما نحبش تأخير في الاكل. فتعالوا مع بعضنا نوريكم شنو الاكلة. اكيد انتو توا عندكم فضول لها، وفي نفس الوقت كل واحد يخلي لي في الكومنت، يعني سواء كان مغربي أو من أي دولة تانية، يعني أكثر أكلة مغربية هو جربها ومفضلة عنده. فالأكلة اللي أنا نحبها هي اللي حتشوفوها. أوكي، هذه هي الأكلة اللي حكيت لكم عليها. طبعا هذه أهم مكون، وهي أصلا المكون الأساسي. هي زي المكرونة بس يقولوا لها سفة، يعني هذه أنا اسمها سفة، ما اسمهاش مكرونة. أوكي. أهم مكونين في الأكلة اللي هو بصل ومعدنوس وكزبر. طبعا جهزت علشان يكون واتيج، ولما نصور يكون هيك يعني أوكي. توا وقت أهم البهارات اللي في وصفة اليوم، اللي هن بزار وخرقوم وسكين جبير وقرفة وشوية ديال مليحة. أنا حفظتهن من التيك توك الترجمة. المهم حنحطوا خرقوم كركم، سكين جبير زنجبيل، بزار اللي هو فلفل أسود، وقرفة، والملحة يعني هي المليحة، سهلة هذه. أوكي، أول خطوة حناخد الطنجرة، حطيت فيها زيت، وبعدين حنحط البصل اللي قطعته صغير، حنحطها شوية على النار لعند ما زي ما يقولوا يعني تتقلى شوية هيك. وبعدين حننزل عليها بهارات والمعدنوس والكزبر. وطبعا ما ننسوش نحطوا سمن، نحطوا فيها هذه يقولوا لها ضامة السمن، تعطي نكهة حلوة للوصفة. ونشوفوا. اوكي، توا المرحلة الثانية نسيت نقول لكم ان الوصفة هذه تطيب في الطنجرة اللي فيها طنين، اللي اسمها كسكاس. اوكي، هي نفسها متاعت الكسكسو. ناخدوا السفة، اوكي. انا حندير اقل من كيلو لان هذه فيها كيلو واجد، فحندير اقل. اوكي، بعدين نحطوا لها زيت. حنحط انا 3 معالق زيت،
بنحركها بطريقة إن كل المكرونة تحصل شوية من الزيت. اوكي، توا نحطوها هنا ونخلوها من فوق متساوية علشان كلها تطيب، ونشيلوها نحطوها جنب اختها. اوكي، خليتها 20 دقيقة. غيم غيم غيم. يا بنات فيها نكتب بالي. سبحان الله. نكتب بالي سبحان الله. يلا يكأذن دابا. مسكينة يعطيكم الخير ويكون عمركم ما تخشوا بديتي تفكريني بعضكم ما تخشوا. لاباس عليك؟ أنا بديت لاباس؟ ربي الله يعطيكم الجمعة بنبتوا في خاطركم إن شاء الله. آمين يا رب أجمعين. لاباس عليك؟ بنيتي صحتك الله يسلمك إن شاء الله. ماما إن شاء الله يا رب. صحتك فتعيش. مع السلامة.